اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنحاول نناقش معكم داكشي اللي جا على لسان السيد الناطق الرسمي باسم الحكومه على موضوع اعفاء بعض الفئات من مستحقات الضمان الاجتماعي. داكشي اللي كتساك الضمان الاجتماعي ومستحقات ديالو كيتم الاعفاء ديالك. بطبيعه الحال غنحاول نحط لكم واحد الفيديو و يعني تسمعوا داكشي اللي فيه وتسمعوا داكشي اللي فيه. غنحاول نحط لكم في الفن ديال الفيديو. بطبيعة الحال أول حاجة بغيت نتكلم عليها هي أن السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة كيخاطبنا بالعربية الفصحى. أولا، الناس المعنيين بمستحقات الضمان الاجتماعي راه ماشي غير الناس ديال الخليج، الناس ديال المغرب. أنا براسي كنتفرج في هذا الفيديو والله ما فهمت فيه حتى شي حاجة. بالشهر الماضي، الشهر بعد الشهر، الشهر الذي جاء قبل الشهر، انا صراحه ما فهمت فيه والو. يقول لي شي واحد بلي راه الناس المعنيين قال المقاولين الذاتيين وكذا، الناس راه قاريين عارفين. لا خويا، الناس المعنيين عندهم بطاقه مهنيه، سائقين مهنيين، الناس كاين في الباديه، الناس ما قاريينش، الناس اميين، الناس ما كيفهموش الفصحى. خاطبني بالدارجه، واحد الحاجه فيها مصلحه ديالي وفيها سميتو ديالي، خاطبني بالدارجه. خاطبني بالدارجه، انا ما طلبتش شي تمازيغ. خاطبني بالدارجه وصل لي المعلومه باش حتى انا نفهم. انا والله ما فهمت فيه شي حاجه في داك الفيديو اللي غادي نحط لكم فيه، والله ما فهمت فيه انا شي حاجه. خاطبني بالدارجه قول لي شنو كاين، راه في النهار الفلاني، باش هو كيقول لك بعد تاريخ اصدار، واش كل الناس كلهم مسالين، الناس كلهم عارفين منين يدوزوا الجريده الرسميه باش انهم يقلبوا على هذا القانون هذا، امتى تصدر امتى ما تصدرش وكذا وكذا. يعني النهار غادي ينزل القانون تقول لي ودي اليوم نزل القانون كذا كذا، غادي يتم الاعفاء الناس اللي كتلهم مستحق الضمان الاجتماعي على اساس تكون عندك النيه ديال الاداء ما يتبع هذا. لا ما تفصح ليا يعني راه الفيديو فيه بزاف ديال المعلومات، ولكن صراحه ما استفدنا منه والو، ما فهمنا والو، ما عرفناش الناس اللي غيستافدوا، ما عرفنا الناس اللي غيخلصوا وكيفاش غادي يخلصوا وامتى غادي يخلصوا، واش داكشي القديم، واش عام، واش عامين، واش اذا الفيديو هو هذا اللي نخليكم في الفن، نخليكم تسمعوه ونشوفوا. المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ومن أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية، ارتأت الحكومة القيام بصورة استثنائية بإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وفق شروط واضحة ومحددة، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات. وسيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات. بزاف، هذا هو واحد المقطع من الفيديو باش انكم تفهموا وتعرفوا وتسمعوا شنو كاين فيه.